ما هو العملية تبرى في الملعب وخلاص، لابد انك انت برضه تتابع ما هو الجديد في كرة القدم، ومن ثم تطبقه على اللاعبين وتحسن او تطور ما هو ايجابي وتحاول تقلص ما هو سلبي. هناك مدربين وطنيين في نادي اليرموك او في الحواري يتذمرون من عدم تعاون كابتن جبريل العميري معهم. يعني مثلا مدرب الحواري اتصل على جبريل او ارسل له رساله واتس يسال كيف ما هي البرامج التي يعتمد عليها الكابتن جبريل العميري عشان يبغى يطبقها. فهناك يقول تجاهل، عدم رد من كابتن جبريل. انا للاسف يعني اتمنى انه يكون الموجودين كلهم مدربين، ولكن في موجودين مدربين وفاهمين ايش يعني التدريب. فضل الله سبحانه وتعالى قد يكون هذا واحد، ولكن مجموعه كبيره سواء على مستوى مصر وجميع مستوى المملكه دائما نساعد الجميع على جميع وسائل الاتصال اي فائده اي خدمه نقدمها لهم، ولكن كبرنامج خاص هو ما يصلح لي لا يصلح لغيره، او ما يصلح له لا يصلح لغيره. غلط. يعني انا من وجهه نظري كمدرب ما يمكن اني برنامجي اقدر اطبقه على برنامج الكابتن سعود او لاعب الكابتن سعود. ما يمكن. هذا لاعب عنده مواصفات وعنده طاقات وعنده امكانيات تختلف عن لاعبين. انا برنامجي اطبق على منتخب جميع اللاعبين بمستوى واحد، وجميع اللاعبين مثلا مثاليين ويحضرون ومعسكرات وبوب، لكن لاعب الحواري ولاعب النادي يفرق عن لاعب النادي الاخر. فانت لك برنامج وهذا له برنامج وهذا له برنامج. فحتى في عناصر اللياقه البدنيه او في برنامج اللياقه البدنيه يختلف تماما عن برنامج البرنامج. اللي ما يفهم في التدريب يمكن يقول لك انت ما تعطيني برنامج او اعطيني برنامج غير اطبقه. انا ممكن ادخل النت واخذ جميع التمارين حق ريال مدريد واطبقها على اليرموك، هل هنجح؟ ما يمكن. فلا بد ان تكون مدرب ذكي، وهذه من صفات المدرب، لابد ان يكون ذكي دبلوماسي سياسي، ينظر نظره ثاقبه لما يطوره ويطور لاعبين. انا احتاج اجي هنا اول شيء اشوف لاعبيني ايش من نقص عندي، اللاعب نفسه هل تكنيك هل تكتيك هل بدني، ومن ثم اضع البرنامج.